السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعمل بودرة الصوبيا والصوبيا بطريقة رهيبة بمكون سحري هيطلعها معانا بالنتيجة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، بمكونات في كل بيت. زائد هنعمل تركة هتخلي الموضوع معانا والطعم الحتة تانية. ريحة البودرة هتقلب ريحة المكان اللي انتوا عاملين فيه ان شاء الله. الوصفة مش هتاخد منكم لا وقت ولا مجهود. ياريت بقى لو انتوا لسه جداد تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا، ومتنسوش تسيبوا تعليق عشان تعليقاتكم بتفرحنا جدا. يلا نبدأ. في البداية كده يا جماعة، أول سر معايا ربع كوباية جوز هند ناعم تحمصيه في الفرن من تحت ياخد لون أشقر كده فاتح وتحطيه في الكب. بعد كده معايا نص كوباية سكر، نص كوباية لبن بودرة. معايا بعد كده 3/4 كوباية سكر بودرة. معايا بعد كده 2 معلقة كبيرة دقيق رز. زائد يا جماعة معايا 2 معلقة كبيرة كريم شانتيه. زائد معلقة صغيرة ريحة جوز الهند أو أسنس جوز الهند البودر، بتباع عند أي عطار أو محل مستلزمات حلواني. تجيبي ب2 جنيه عادي. بس تركة جوز الهند ده هتفرق معاك جدا، اللي هو التحميصة دي. باخد كل المكونات كده يا جماعة بقلبهم كويس جدا مع بعض. الموضوع ما بياخدش معايا وقت خالص زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بس نختبره كده ونشوفه مع بعض زي ما انتوا شايفين قدامكم بالشكل ده. نفضل نستمر بس في التقليب ونشوف بعد كده هنعمل ايه لحد ما كله كده يا جماعة يمتزج معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هعمل كده يا جماعة كوبايتين حليب. هدي لكل كوباية يا جماعة معلقة كبيرة ونص. تمام تمام، يعني 3 معالق كده. وشوية مكعبات تلج زي ما انتوا شايفين قدامكم بالشكل ده. دي كانت مكعبات صغيرة. الجو يعني مش محتاج ان انا ابالغ اوي في المكعبات، لان لما كنت بالغت اسناني كانت اتكسرت من السقعية يعني وكده. بعد كده يا جماعة في وعاء الخلاط كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ارفعهم كده. تمام، وببدأ اضربهم كده يا جماعة. وهفضل بعد كده يا جماعة اما اضربهم كويس جدا مع بعض اقدمهم بقى في الكوبايات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا بس حبيت اوريلكم الشكل طالع عامل ازاي معايا. كوبايات كده فيها مكعبات تلج ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. الرغوة رهيبة والطعم غني يا جماعة، وما هتتفرقش عن بتاعة بره. وتحسوا كده في بتاعة بره سر بحبيبات جوز هند كده جاية من بعيد. فهي دي التركة يا جماعة في شوية جوز الهند اللي حمصناهم من فاتحين عليهم من تحت بس. تمام، لحد ما لونه يبقى اشقر فاتح. نعديهم على فود بروسيسور او على كبة ونشتغل بهم عادي. هيفرقوا معانا في الطعم. زائد روح جوز الهند او الاسانس البودر بتباع عند اي محل مستلزمات او عطار. السلام عليكم.